بالتضامن مع قناة الميادين لأنها الميادين تضامنوا معها وقفوا هنا إعلاميو اليمن والفعاليات السياسية ومنظمات المجتمع المدني ليقولوا لن تسكتوا صوت المقاومة، لن تسكتوا صوت أحرار العالم، فقد حاولتم إسكاتها فنطق كل العالم، كلنا الميادين. قناة الميادين هي استضافت الجميع، الرأي والرأي الآخر، وهذا ما أزعج السعودية، لأن السعودية تريد أن يرى العالم اليمن بعيون سعودية فقط، وبالتالي كانت الميادين هي مخالفة أو تسبح عكس التيار الذي ذهبت إليه جميع القنوات العربية وأيضا جميع الوسائل الإعلامية. قناة الميادين ربما استهدفت أو حجبت لأنها حيادية وتنقل العدوان السعودي أو العدوان بطريقة حيادية. وقفة التضامن أكدت أن ما تتعرض له الميادين كان متوقعا، فصوت الشعوب دائما يحارب، فهي تدفع اليوم ثمن مساندتها ووقوفها مع فلسطين والمقاومة ومع اليمن. الميادين ستبقى كما كانت وكما انطلقت منذ اليوم الأول لانطلاقتها، مخلصة لشعارها أو مخلصة لشعارها الواقع كما هو، مخلصة للقضايا العروبية والقومية، وعلى رأس هذه القضايا بالتأكيد القضية الفلسطينية. فستبقى الميادين كما يرى المتضامنون معها هنا في اليمن منبر الكلمة الصادقة وصوت أحرار العالم مهما حاربوها. سنقف معها وسندعمها لأنها دعمتنا كثيرا ووقفت بجانب الشعب اليمني كثيرا في هذه الأزمة. تكريم قناة الميادين وتقديرا للدور الكبير الذي اطلعت به في مواجهة وكشف جرائم قوى التحالف وحربها على اليمن أرضا وإنسانا، كرمت الميادين بدرع الإعلام اليمني. تضامنا مع الميادين التي صنعت جمهورها بصدق الكلمة والانتماء، وتثمينا لدورها في الانتصار لقضايا الشعب اليمني منذ بداية الحرب. أحمد محمد زبيبة، صنعاء، الميادين.